السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم طريقة عمل كباب الدجاج التركي. طريقته هواي سهلة وبنفس الوقت طعمه صدقوني هواي طيب. شنو احتاج هنا عندي كيلو من الدجاج، صدر الدجاج ثارمته ثرم ناعم. احتاج بقدونس او كرفس اللي متوفر عندكم. عندي هنا راس بصل بارشته برش ويا كم سن ثوم. احتاج البهارات، عندي ملعقة كاري، ملعقة فلفل احمر بارد، احتاج ملعقة من الكاري وملعقة من الكمون. احتاج بهار فلفل الاحمر الحار، هاي اضافة، اللي ما يحب الحار ممكن يستغني عليها بهاي الوصفة. احتاج ربع كوب من الروبة، واحتاج ربع كوب من الزيت اضافة، اللي ما يحب ممكن يستغني عليه بهاي الوصفة. بس مثل ما تعرفون صدر الدجاج ما بيه دهن، جاف يصير، فمن هيجي راح اضيف له ربع كوب زيت. هسه اول شيء اللي راح ابدي بيه اضيف هاي المكونات كلها. بسم الله. والبهارات راح اضيف الزيت اللي عندي ربع كوب مثل ما قلت لكم، واضيف ربع كوب الروبه، وراح اضيف رشة ملح. هاي المواد كلها راح اخلطهم سوا واشوفكم طريقة العمل بيها. هسه مثل ما تشوفون هاي عجينة الكباب بهالشكل صارت عندي جاهزة. انا اليوم الكباب ان شاء الله راح اسوي وياه تمن، انتو كيفكم، ممكن تقدمون وياه خبز صمون، ممكن تقدمون وياه بس سلطة وتعتبر اكلة صحية. فهسه هذا اذا الجو حار عندكم ممكن تضيفوا له ملعقتين من الطحين. انا ما راح اضيف له طحين لان الجو هواي بارد عندنا فراح يلزم عندي. وممكن تشوونه على الفحم وممكن تشوونه بالفرن. انا الجو هواي بارد عندنا فراح اشويه بالفرن اليوم. هسه راح اخليه يرتاح تقريبا فد نص ساعة بالثلاجة وارجع اشتغل بيه. هسه خواتي رجعت لكم من بعد ما ارتاح عندي الكباب الدجاج شوي بالثلاجة، تقريبا هاي نص ساعة 3-4 ساعات اني خليته. حضرت الصينية اللي راح اشوي بيها بالفرن، وعندي هاي الاعواد الخشبية. ممكن هاي الاعواد او ممكن الشيش مالتنا مالت التكة او شيش الكباب تشيشون بيه وتخلون مباشرة بالصينية. فاني هاي بالنسبة لي اسهل، فراح ابدي اشتغل بيها. بسم الله. هالشكل هذا وابدي اشيش. هسه مثل ما تشوفون راح اكمل التشيش بنفس الطريقه، ومثل ما قلت لكم طريقه التشيش ترجع لكم. راح اكمل هاي الصينيه وارجع لكم ان شاء الله. هسه هاي مثل ما تشوفون اول صينيه اني خلصتها. حاميه الفرن على درجه حراره 200. راح انزل الحراره على 170 او 180، ويما ما تاخذ لون عندي حلو تقريبا يطول بالفرن 20 الى 25 دقيقه، وان شاء الله اشوفه لكم بالشكل النهائي. هاي خواتي مثل ما تشوفون بهالشكل كباب الدجاج صار عندي جاهز، قدمته بهالشكل هذا. سويت مثل ما قلت لكم اياه تمن بزلته بزل وزينته بالزعفران. واتمنى هاي الوصفه لليوم خواتي تعجبكم، وان شاء الله تجربونها وتاكلونها بالف عافيه.